لما بدأت أركز إن ربنا ذم الأغلبية في القرآن وتذكر آيات معناها إن أكتر الناس لا تعلم وإن أكتر الناس لا تشكر وأكتر الناس لا تعقل وآيات كتيرة جدا، وتذكر كمان فيما معناه إن اللي يمشي ورا الأغلبية بيضل، فهمت إن هي مش بالعدد، وإن جملة أصل كل الناس بتعمل كده ما بقتش مبرر قوي علشان أعمل أي حاجة عقلي مش قادر يمررها، وبقيت آخد أو أقلد اللي يتناسب معايا وبس. الدكتور مصطفى محمود ذكر حاجة اسمها غريزة القطيع، بيقول إن الأكترية لما بتتجمع أو ما بتتلم مع بعض بتظهر فيهم غريزة القطيع، اللي هو شخص بيقول حاجة أو بيعمل حاجة والباقي بيمشي وراه. فدايما في حدود لمسألة الأغلبية في النظرة الإسلامية، يعني حتى لو الأغلبية دول اتجمعوا على شيء ضد الشريعة فلا ما يمشيش، ساعتها ما فيش اعتبار للأغلبية دي بالمرة، بخلاف النظرة الغربية اللي هي لو أجمعوا على شيء حتى لو ضد الفطرة فهيتنفذ عادي. في مقولة جميلة بتقول: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. فشيء كويس وحاجة جميلة إنك تعرف الصح، ولكن الأصعب إنك تعرف الصح وتتمسك بيه حتى لو أغلب الناس اللي حواليك بيعملوا العكس. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.